سلام، كيفكن؟ أهلا وسهلا فيكم بمطبخ ام إيلي. أول فيديو إلي على اليوتيوب. كتار من المتابعين عندي على التيك توك شجعوني إني أفتح قناة على اليوتيوب، فأنا بمناسبة هالشهر الفضيل رمضان كريم علينا وعليكم قررت أفتح قناة على اليوتيوب. بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وطبختنا لليوم قليسيل. تعالوا معي لنجهز أطيب قليسيل على طريقة ام إيلي. بالبداية عندي نص كيلو لحم خروف قطعتها مكعبات وسلقتها. الطريقة الأصلية ما بيسلقوها، بس أنا بحب أسلق اللحمة، نحن بنحبها تكون مستوية. وعندي هون بصلتين قطعتهم شرائح، وعندي فلفل ألوان أخضر وأحمر وأصفر وبرتقالي، وهون عندي حبتين بندورة قطعتهم شرائح. وتعالوا معي نجهز سوا على النار. بنحتاج صينية تكون مثل هاي الصينية، لأنه هاي اسمها سيل، فأكلتنا رح تكون قليسيل. لازم تكون مثل هالصينية لحتى تزبط معكم الطبخة على الأصول. رح ضيف شوية زيت، وبس تحمى الزيت رح ضيف البصل. رح حمص البصل أول شي، وبعدين بضيف عليها الفلفلة. حمصت البصل، ضفت عليها الفلفلة، بخليه يتحمصوا مع بعض كلياتهم سوا، وبعدين بضيف اللحمة. وهون ضفت اللحمة، بخليه يتقلوا مع بعض شي ربع ساعة، وبضيف عليهم التوابل. هلا رح ضيف عليه التوابل فلفل احمر معلقة وشوي، وفلفل اسود معلقة صغيرة. وهلا رح رش عليها شوية ملح، لانه اللحمة وقت اللي سلقتها حطيت فيها ملح، وطبعا الملح حسب الرغبة. ولازم تضلوا تحركوا الأكلة لأنه بتتلزق بالصينية. وأنا هلأ رح ضيف حبتين البندورة اللي قطعتهم بالبداية. بعد ما صفيت اللحمة من المي، ضل عندي مرقة اللحمة، فراح أضيف عليها كوب صغير من المرقة، لأنه بتعطيها نكهة طيبة وبتعطي مرقة للأكلة. بعد ما ضفت عليها المرقة، أنا هلا رح أغطيها تقريبا ربع ساعة، وبتكون الأكلة جاهزة. وصحتين وهنا على قلبي وعلى قلبكن، جربوها عن جد كتير كتير طيبة. جهزت الطبخة وفرمت بقدونس ناعم، رشيت عليها، بتعطيها منظر حلو ونكهة طيبة. وصحتين وانا على قلبي وعلى قلبكم. بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، طبخات وحلويات. وما تنسوني من الدعوة حلوة. واخر شي بتشكر متابعيني على التيك توك، لانه هن شجعوني على هاي الخطوة، وبكبر فيكن. واهلا وسهلا فيكن بمطبخ ام إيلين.